نرجع بقى للدوري المصري تاني، وفي اخبار بنشوفها الفترة اللي فاتت عن مفاوضات بين النادي الاسماعيلي وفخر الدين بن يوسف للعودة للعب في الاسماعيلي مرة تانية. طيب هو دلوقتي احنا عايزين نسأل مجلس الإدارة سؤال: انتوا هتفتحوا القيد ازاي وهيجيبوا فلوس منين وانتوا اصلا مش عارفين تدفعوا فلوس اللعيبة اللي موجودة في الفرقة دلوقتي؟ اللعيبة من كام يوم كانت بتتمرد على الفريق ومش عايزة تنزل التمرين عشان مفيش فلوس. طب انت بتتفاوض مع اللعيبة ازاي وانت مش عارف هتفتح الكود ازاي؟ فيعني عايزين حد يطلع كده من مجلس الإدارة يوضح النقطة دي. فبتفاوضوا لعيبة ازاي ولو افترضنا ان فخر الدين بن يوسف يعني هيبقى موجود في الاسماعيلي في يناير وهتفتحوا القيد، اتفقتوا معاه على ايه؟ يعني اتفقتوا معاه ان انتوا هتدوله فلوسه ازاي؟ وحتى ولو ما اديتلوش فلوسه، الراجل ده هيعمل فيكوا شكوى تاني زي ما عمل قبل كده. فهنخش في قصة تانية، هنخش في وقف قيد تاني. فالاسماعيلي مش ناقص مشاكل. فعايزين حد من مجلس الاداره يطلع كده ويقول كده الكده هيتفتح ازاي وانت اصلا معكش فلوس تدفع مرتبات اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. نفس الكلام برضو الراجل اللي تحت ده اللي هو جيرالد كوبر، بيتمرن بقاله فتره مع الفريق واخد وعود من مجلس الاداره ان هو هيبقى موجود في يناير. برضو ازاي وهو مش متأيد؟ فهتأيدوه ازاي والقيد موقوف؟ هتفتحوا القيد ازاي؟ مش عايزين قضايا تانية على النادي الاسماعيلي. اللعيب اللي تحت ده بالذات بيتمرن بقاله فترة مع النادي الاسماعيلي، ولو ما تأيدش في يناير هيعمل شكوى في النادي الاسماعيلي، والناس كلها عمالة تتكلم على السوشيال ميديا ان اللاعب ده هيعمل هو الشكوى الجاية في النادي الاسماعيلي. فاحنا عايزين نفهم النادي الاسماعيلي هيوصل لحد فين، ومجلس الاداره بيفكر ازاي، ومجلس الاداره هيفتح القيد ازاي، وجايب فلوس منين طالما انت عارف تجيب فلوس ما بتدفعش مرتبات اللعيبه اللي موجوده ازاي. فعايزين نفهم الوضع ماشي ازاي معكش فلوس وازاي مش وكمان بتفوض لعيبه، ولو انت معاك فلوس ما بتدفعش مرتبات اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ليه؟ فعايزين نفهم النادي الاسماعيلي رايح لحد فين كده. النادي الاسماعيلي لا لو ما اتفتحش القيد القضايا هتزيد عليه من فخر الدين بن يوسف اللي هم بيفاوضوه دلوقتي، ومن جيرالد كوبر اللي هو بيتمرن بقاله فتره مع النادي. فالنادي الاسماعيلي الجمهور هو اللي بيدفع الثمن بس، والجمهور هو اللي بيتعب وبرضه بيساند. فاحنا مش عارفين هنوصل لحد فين. فاتمنى مجلس الاداره يفكر صح ويوصل لنقطه كويسه عشان النادي الاسماعيلي بيقع، وعايزين نقف كلنا جنب النادي الاسماعيلي في الفتره الصعبه اللي هو فيها دي. وكل الدعم ان شاء الله النادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه، وان شاء الله الاداره تفتح الكيت زي ما هي بتقول وتكون صادقه في كلامها، وان شاء الله نشوف النادي الاسماعيلي في يناير شكل تاني.